بيقول لك يا صاحبي قاعدين دلوقتي بيتكلموا على قصه تفريغ النجوم ومش تفريغ النجوم، وصل الاهلي بيبوظ المنافسه. شفت انا البوست بتاع شادي عيسى، وبالمناسبه كنت قاعد اضحك على المقارنه اللي كان عاملها ما بين صلاح وما بين زيزو. حلوه المقارنه دي قوي. محمد صلاح مفيش فلوس بتتاخر عليه، محمد صلاح مرتبه الاسبوع ما بيتاخرش عليه. لعيبه الزمالك فيها لعيبه ما كانتش بتاخد فلوس لمده 8 شهور زي ابراهيم نداي اللي لسه شاكي الزمالك. فهنا وانت بتتكلم على المقارنات دي يا ريت تتكلم وتتكلم مع الناس بصراحه، تقول ان اللعيبه دي اغلبها ما بياخدش فلوس، تقول ان لعيبه زي الونش كان عنده مشكله كبيره في موضوع تسديد الفلوس اللي كان بيتعالج بيها اصلا، لدرجه ان في لعيبه زمايله قال ان هو باع الكافيه بتاعه علشان خاطر يطلع يعالج نفسه من موضوع الرباط الصليبي. فقصه ان اصل الانديه بتدي للعيبه كتير والكلام ده، بلاش الكذبه دي وبلاش الهري ده وبلاش جو اصل اللعيبه لعيبه خاينه. انت لو عطيت لزيزو فلوسه القديمه كان فكر مليون مره قبل ما يتكلم معاك على قصه ان هو يروح الاهلي، بس الحاجات دي ما بيحبوش ان هم يطلعوا له الجمهور، عشان ما ينفعش ان احنا نطلع للجمهور ان الاداره بتاعتنا مش عارفه تسدد فلوس القديم قبل ما تتكلم في الجديد اصلا. وبيقول لك ان كان من اهم الاسباب اللي خلى زيزو ما يجددش واللي خلى زيزو يبان ان هو بيشتغلهم، علشان زيزو كان بيقول لك ان انا عايز اخد فلوس السنه دي كانها فلوس السنه الجديده، مع انه اصلا ما كانش واخد فلوس. طب اقول لك حاجه، ليه الونش طلب ان هو ياخد مقدم تعاقد او ياخد منحه؟ عشان عارفين ان الفلوس دي ممكن ما ياخدوهاش لو قعدنا السنه دي والسنه الجايه. الزمالك ما بيديش لعيبه فلوس، بس الناس بتتكسف ان هي تقول الكلام ده ويقول لك اصل اللعبه مال نظيف ومش لعبه مال نظيف، واصل انتوا بتخطفوا لعيبه وما بتخطفوش لعيبه. يا عم بنخطف لعيبه مين؟ امام عاشور كان عندك وما عرفتش تحافظ عليه، ولما رجع من بره من ميتلاند الدنمارك رجع عليك، بس انت قلت له معيش فلوس يا امام. بن شرقي جه وقعد اتفاوض معاك واتفقتوا مع بعض، وانت شفت ان ميشالاك افضل ورحت استثمرت في ميشالاك وخسرت. مشكلتك مش مشكلتي. حتى زيزو انت قعدت بتتفاوض معاه بقالك سنه يا معلم. المشكله عندك هو ليه ما حدش بيعترف ان مشكله الزمالك هي في اداره الزمالك ومشكله الزمالك هم في المحسوبين على الزمالك؟ هو ليه ما حدش بيقول ان مشكله الزمالك في الزمالك نفسه؟ لا اصل مشكله الزمالك ان معمول عليه مؤامرات واصل هم عايزين يوقعونا. مين اللي عايز يوقعك؟ انت كنت فرحان بحسين لبيب لما كان ماسك لجنه مؤقته، دلوقتي بقيت فرحان وفخور اكتر ان انت عرفت ان انت لبست في الحيط. ليه؟ اصل احنا كنا بنقول ان الراجل ده فاشل. يا راجل كنت بتقول عليه ان هو عظيم والكلام ده. لما تاخد لعيب من الاهلي زي دوله مثلا في الطايره، وتاخد لعيب زي احمد اسماعيل في الاهلي، تاخد لعيب زي احمد اسماعيل كان في الاهلي وراح الزمالك، انت بتدي لاحمد اسماعيل 5 مليون سنويا اكتر من اللي انت بتدي لحسام عبد المجيد. دي مشكلتك ولا مشكلتي؟ انت بتدي لعيبه صالات اكتر من لعيبه فريق كره القدم، دي مشكلتك ولا مشكلتي؟ المشكله ان انتوا بتزعلوا لما الناس بتتكلم معاكم في الحته دي، بس تاني وده اللي ترابع، مفيش حد دمر الزمالك الا اداره الزمالك. فقصه ان انت تقعد تلبسني كل حاجه بتحصل في النادي بتاعك، يا معلم انت ليه مش عايز تؤمن ان المشكله عندك انت مش عندنا؟ لا اصل انتوا بتفرغوا النجوم، بنفرغ النجوم بتاع الانديه. طب بالمناسبه لما انت كنت بتفاوض عبد الله السعيد وكنت بتفاوض احمد فتحي، لا دي شطاره، بس لما الاهلي بيروح يفاوض لعيبه من عندك لا بيفرغ النجوم. لما الاهلي بيروح يتعاقد مع لعيبه صالات لا اصل الاهلي عايز يفرغ النجوم، ولما الزمالك بيروح يتعاقد مع نفس اللعيبه لا اصل الزمالك فريق بيحلم الجميع ان هو يلعب عنده. يا جماعه بلاش نكذب على بعض وبلاش نسمي الامور بمسميات اكبر منها. لما يكون عندك حد فاشل قول له ان انت فاشل، ما تفضلش تدور على اي مبرر. شفت انت مبررات احمد عفيفي ساعه انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، ويا جمهور الاهلي الكوره بقت احتراف، وجمهور الاهلي الكوره بقت مش عارف ايه، ويا جمهور الاهلي وجمهور الاهلي وجمهور الاهلي. دلوقتي بالنسبه لزيزو اصل انتوا بتموتوا المنافسه. وليه ما تقولش ان الموضوع احتراف؟ لا اصل هو مش جاي على مزاجي، ده مش احتراف. احتراف ليه؟ زيزو يسيب حبه وجمهور نادي الزمالك؟ ده مش احتراف، ده قله اصل وخيانه. بس رمضان عمل كده مع الاهلي وكنت بتقول العكس، لا اصل ده على مزاجنا. طب يا عم تقول ان المشكله عندكم والمشكله في المعايير بتاعتكم المزدوجه. لا يا معلم احنا ما عندناش مشكله، كل المشكله موجوده عندكم، انتم الاشرار ومحمود الخطيب من يحاول القضاء على المنافسه. طب ولما بيراميدز لم كل الاجنحه اللي في السوق كان بيحاول يقضي على المنافسه ولا كان الكلام على ايه؟ ما هي المشكله كلها ان انت مش شايف ان بيراميدز خد مكانك، ومش شايف ان انت بقيت نادي بيختفي مع الوقت تدريجيا بسبب الادارات الفاشله بتاعته. بالمناسبه روح اسال مين اللي سابوا مجلس اداره الزمالك يترشح وحيدا، عشان كانوا شايفين ان هم دول لما جم لجان مؤقته نجحوا. هل يعني كانوا ناجحين لما كانوا لجنه مؤقته؟ روح شوف بالمناسبه تصريحات رئيس النادي الحالي وهو كان بيتكلم على ان احنا كنا بنحاول نضغط ماتشات الاهلي، وروح اتفرج على عمرو الدرديري وهو بيقول لك ان الزمالك بيدعي المظلوميه عشان ياخد حق اكبر من حقه. المشكله ان انت بتنسى، بس احنا لا ننسى.